السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. إن شاء الله النهاردة هعمل معاكم الكرسي ده أو الترابيزة دي. طبعا بتتباع بره غالية جدا. فحبيت إن أنا أعملها معاكم. ما كلفتنيش مثلا 10 جنيه. وإن شاء الله تعجبكم ويكون سهل بالنسبة لكم. طبعا أنا طلبوه مني كتير في التعليقات وحبيت إن أنا أعمله لكم. فلو أول مرة بتشوفوني يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتدوسوا لايك وشير. أول حاجة أنا جبت أسمنت أبيض، الكيلو بيبقى سعره 4 جنيه. بتجيبيه. انا طبعا جبت كيلو. حبيت ان انا استخدمه، لقيته قليل معايا مش هيكفي، فكان عندي كيلو تاني استخدمته وزودت عليه. فمن الاول كده نبقى جايبين بزيادة عندنا علشان ما نبقاش مثلا محتاجين في نص ما احنا بنعمل يعني. فلو هتعملي مثلا المقاس اللي انا عاملاه ده فهيكفي معاكي 2 كيلو، حلو قوي. طبعا لو عايزة المقاس أكبر بتعملي بقى 3 كيلو 4 كيلو. طبعا زي ما بقولك هو مش غالي أبدا. والكرسي ده لما بتيجي تشتريه من بره بيبقى غالي قوي قوي يعني. المهم احنا بنعجنه كده بمية، بننزل مية بالتدريج، مية عادي من الحنفية. بننزل مية بالتدريج وبنعجن. طبعا لما بتعوزي تزودي بتزودي طبعا. وطبعا بيبقى فيه من الاسمنت ده اسمنت اسود، وفيه اسمنت ابيض. انا اخترت الابيض زي ما انتوا شايفين كده، وببتدي ان انا اعجن كده. كل ما بتزودي بتلاقيه زي بيكلكع كده معاكي، بس طبعا مع العجن بتلاقيه بقى عادي معاكي وكويس. اهم حاجة انت بتعجني طبعا. شايفين انا بعجن في زي طبق بلاستيك كده. جيت هنا علشان احط في القالب ده. طبعا دهنته بزيت، لازم تدهنه زيت كويس علشان ده زيت طعام، علشان اما تيجوا تطلعوه يطلع معاكم بسهولة، وما تقلقوش خالص من الزيت، مش هيبقى مبقع ولا اي حاجة خالص. بتفردوه في كل النواحي علشان يبقى سهل ان يطلع معاكم زي ما قلت لكم. طبعا انا القالب اللي انا مستخدماه دلوقتي ده منفعش معايا ابدا علشان حوافه قصيرة، فما عرفتش اسند عليه العصيان اللي انا او الرجول اللي انا استخدمتها. فلو عندكم مثلا الجراد اللي هي بتاعة البويات القديمة ممكن تستخدموها، اي جردل بيبقى حوافه عالية الاحسن ان انتوا تستخدموها. انا طبعا جيت علشان اعمل في ده فما نفعش معايا، ما ثبتش معايا، فرجعته تاني الخليط الطبق اللي انا عجنت فيه ده زي ما انتوا شايفين كده. فضيته وبعدين رجعته تاني، بس طبعا دهنته قبل ما انزل عليه الخليط من تاني. وهتشوفوا طبعا اللي انا عملته ده هيجي برضو قدامكم اهو. انا بزود علشان انا زي ما قلت لكم انا مكفاش معايا الكيلو، فزودت الكيلو كمان، عملت 2 كيلو. اهم حاجة طبعا الحاجات دي مش بنستخدمها في اغراض الاكل بعد كده، بتستخدموها في اي حاجة بقى تاني زي كده، اذا كانت المعلقة او القوالب دي. وبنقعد نهزه كده علشان يتساوى معانا. وطبعا عشان نعمل الرجول لو عندكم اي عصيان خشب كده بتبقى قوية بتقدروا تستخدموها. دي بتاعت عصيان اللي هي المقشة، ممكن تبقى عندك قديمة اتكسرت فبتقسميها بتعمليها المقاس اللي انت عايزاه. انا استخدمت هنا 3 عصيان. هي ممكن تشتريها كمان على فكرة من بره. العصاية بتبقى ب2 جنيه. شوفوا انا عملتها ازاي بعد ما نقلتها. اهم حاجة انا سندها ازاي، وبعدين بخرجها كده زي ما انتوا شايفين بتخرج بسهولة. فزي ما قلت لكم العصاية دي مش بتبقى غالية خالص، بتشتريها من عند بتاع الأدوات المنزلية ب2 جنيه أو ب3 جنيه الواحدة، وبتقسميها. أنا قسمتها 2 زي ما انتوا شايفين كده. واهم حاجة لو انتوا عايزين تدهنوها ممكن تستخدموا السبراي الرش ده هيريحكم كتير، بس انا كان عندي لاكيه اللي هو دهان الخشب فاستخدمته. طبعا اللاكيه ده بنزوده نفط. فحبيت ان انا ادهن الرجول باللون الابيض
وجبت شوية هنا من اللون الابيض فضيتهم على كيس كده، هو ده اللي انا استخدمته. وده عندي اللون اللي انا هستخدمه زي ما انتم شايفين انا عملته اللون البيبي بلو او اللبني الفاتح، فهحط نقطة واحدة بس من اللون الازرق. والازازة دي بتتباع ب5 جنيه من عند بتاع البويات، وبنقلبه كده كويس قوي وبنعمل القرص بتاعنا من فوق. وعايزة اقولك لو عايزة تعملي الرجول 4 مش 3 ممكن تحطي 4، وطبعا بتعملي الطول اللي انت عايزاه. يعني عايزة مثلا انا ده تقريبا حوالي مش عارفة 60 سنتي تقريبا، مش فاكرة يعني، كانت قصاه على مقاس 60 سنتي. انا جبت عصايتين وقصيتهم وعملتهم زي ما انتوا شايفين كده. اول عصاية بتقسميها نصين وبتحطي كل زي ما انتوا شايفين دول 3 تنصاص انا حطاهم، عايزين تحطوا ال4 مفيش اي مشكلة. وبتدهنيها كده ومتاخدش معاكي وقت على فكرة في النشفان، يعني ما بتنشف بسرعة، يعني خدت معايا ليلة. ولو السبراي الرش ما بياخدش معاكي خالص وقت، ويبقى شكله كده جميل جدا. ممكن تحطي عليه اي ديكور او اي زرع كده، شكله بجد جميل قوي وما كلفنيش حاجة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتدوسوا لايك وشير، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.